السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي ان شاء الله. النهاردة معانا فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض كده الحلبة المنبتة. عارفة ان ممكن ما يكونش فيه كتير عارفينها، بس عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. دي عباره عن حلبة حصى بتجيبيها وهنعملها مع بعض النهارده بطريقه حلوه قوي قوي. ساعات كده بنلاقيها مع بتوع الترمس. اللي هو بيعمل الترمس وكده بيبقى ساعات معاه حلبة منبتة كده، بيبقى عاملها في مثلا في كوباية او في طبق وبتتباع مع الترمس. فهنعملها بقى النهاردة في البيت كده بطريقة سهلة جدا، وبطريقة تكوني عاملاها انت في البيت بايدك وعارفة معمولة ازاي، بدل ما تجيبيها من بره. هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا. بصوا انا معايا هنا دي ربع كيلو حلبة حصى. تمام، هتروحي عند العطار وتقولي له عايزة حلبة حصى. لو انت حابه بقى ايه ربع نص كيلو براحتك. تمام، بجيبها وبنقيها كويس قوي من اي زلط، من اي طينه، من اي حاجه خالص. تمام، وبعد ما انضفها كويس جدا بروح كده تحت الحنفيه واحطها في حاجه كده واسعه واروح غسلاها. بصوا الميه عامله ازاي، انا حبيت اوريكم الخطوه دي. بصوا ميتها غامقه ازاي. طبعا انا شطفتها مرتين بس، فانا حبيت اوريكم ان الميه لازم تفضلي تغسلي فيها لحد ما تبقى نظيفه. غسلتها كويس قوي وبعد كده رحت مصفيه الميه بتاعتها. طبعا لو عرفتي تغسليها 10 مرات كمان، بحيث ان انت تلاقي الميه بتاعتها فاتحه. بصوا بقى الميه وصلت لفين. بصوا انا غسلتها وكنت صفيتها خلاص وحطيتها زي ما هي كده في البوله بتاعتها، وجبت لها كده ايه برطمان ميه بس ايه اغطيها بيه. بصوا الميه صافيه ازاي والميه نظيفه ازاي زي الفل اهي، ما فيهاش ولا طينه ولا زلطه ولا اي حاجه. ده بدليل ده دليل ان انا غسلتها كويس قوي. تمام، ودي كانت اهم خطوه، ان انت تنضفيها وتغسليها كويس قوي 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 من اي حاجه خالص، بحيث اول ما تلاقي الميه بتاعتك خلاص بقت صافيه كده وبيضه، يبقى كده اتاكدتي ان هي مغسوله كويس جدا وانت كده نضفتيها. هتروحي جايبه بعد كده الميه، تروحي مغطياها بشويه ميه كده، يعني حبه ميه حلوين كده زي ما انا غطيتها. تمام، وتبيتيها ليله كامله معاكي من بالليل. انا عملت الخطوه دي من بالليل قبل ما ادخل انام كده، رحت غسلاها ومنقياها كويس قوي، وزي ما قلت لكم صفيت الميه بتاعتها ورحت حاطه لها ميه مغطياها كده بميه، يعني بحبه ميه حلوين كده كتير، ورحت ركناها على الرخامه كده عندي ومغطياها بطبق وبس، وتسيبيها لحد الصبح. لو انت عايزه تعمليها من الصبح مثلا صاحيه بدري وعايزه تعمليها وتسيبيها بالليل ماشي. اهم حاجه ان انت تسيبيها كده 6 ساعات او 8 ساعات كمان. كل ما تسيبيها في الميه اكتر كل ما تلاقي نتيجه اسرع. خلاص، ده كان تاني يوم بقى الصبح. طبعا خدت الميه، خدتها من الميه بتاعتها، صفيت الميه بتاعتها وشطفتها برضو مره او مرتين مطرح الميه اللي هي كانت يعني سايباها فيها طول الليل. تمام، بعد كده هروح جايبه بقى ايه، هتلاقي كمان كميه الحلبه اتضاعفت. يعني انت مثلا جايبه ربع كيلو، حاطه مثلا ربعه او كمان حطيتي نصه او حطيتيه كله، ده كان ربع كيلو. تمام، يعني كان حبه صغيرين مش كتير. شفتوا في الاول الفيديو كان عامل ازاي، كان حبه صغيرين. لما سبتها ليله كامله للصبح لقيتها نفشت كده، يعني زي ما شربت الميه. تمام، فانت اهم حاجه ان انت تنقعيها من 6 ل 8 ساعات، هتلاقيها نفشت كده معاكي وبقت كميه كبيره، الكميه اتضاعفت معاكي. هتروحي جايبه كده مصفى براحتك بقى، انت شوفي انت هتعمليها في ايه. انا جايبه هنا المصفى بتاعتي الكبيره دي الواسعه، خدت كميه حلوه كده من الحلبه ورصيتها فيها. تمام، زي ما انا بعمل كده. عندك بقى مصفى صغيره ماشي، مصفى كبيره زي دي ماشي، مفيش مشكله. يعني المصفى بتدي كمان ايه، بتبقى يعني هي بتحب تتنبت في حاجه واسعه حاجه كبيره. تمام، خدت كده نص الكميه حطيتها رشيتها كده ايه او فردتها في المصفى بتاعتي. تمام، ورحت حاطه ايه تحتيها طبق، وهوريكم دلوقتي انا هعمل ايه في الباقي. باقي كميه الحلبه بقى هعمل فيها ايه، هجيب كده كوبايات بلاستيك. تمام، لو انت ما عندكيش مصفى، يعني بوريكي الطريقتين دول، او عندك مصفى بس عايز تعملي في المصفى بس مفيش مشكله. ما عندكيش هتجيبي الكوبايات البلاستيك دي الشفافه، بتتباع عند اي حد عنده مستلزمات البلاستيك او الحاجات اللي هي الفويل والحاجات دي. جيبي بقى الكميه اللي انت تحبيها، هي مش غاليه قوي يعني. جبتها وفتحيها كده من تحت كده بدبوس او اي حاجه، العلب دي او الكوبايات دي فتحيها كده من تحت بدبوس باي حاجه. تمام، يعني اعمليها كده زي المصفى، زي ما ايه المصفى كده. تمام، وبعد كده بتحطي كميه ايه الحلبه بتاعتك، بس ما تحطيش كميات كبيره، حطي كميه حاجه بسيطه. ليه؟ عشان تسيبي براح للحلبه ان هي تنفش او تنبت يعني. تمام، لو حطيتي مليتي الكوبايه هي مش هتلاقي مكان ان هي تنبت فيه. تمام، فانا بحط بصوا كميه بسيطه خالص في الكوبايه.
بحيث ان انا ايه يعني اديها وبروح. يعني بصوا انا حاطه ربع الكوبايه تحت خالص وسايبه الباقي ده كله فراغ ليه؟ عشان بعد كده هتنبت معاكي. وبعد كده تديها ايه بروح ليها. تمام. خلاص رصيت اللي في الكوبايات. هعمل ايه بقى؟ هجيب كده المناديل بتاعتنا العاديه. هتجيبي منديل في كل كوبايه، هتحطي منديل تطبقيه كده ايه تطبيقه صغيره وتروحي رصاه في الكوبايات. تمام. دي الطريقه اللي يعني حلوه وسهله وسريعه معاكي. هي مش هتاخد معاكي غير 3 4 ايام بالظبط. وتاكليها بألف هنا وشفا. تعمليها في اي وقت في السنه براحتك، في العيد ماشي، في اي وقت حسب ما انت بقى بتحبي. تمام. انا عني بعملها كل عيد، ربنا ما يطلعنا عاده. بعملها هي والترمس بقى وحاجات العيد اللي احنا عارفينها. بتبقى فرحه برضو وتبقى ايه حاجه كده حلوه للعيد. انا بسميها تسالي العيد الصراحه يعني العيد والتسالي بتاعته. بتبقى مثلا بجانب بقى مثلا لو في بونبوني للولاد وكده، الحاجات دي الولاد بيحبوها يعني وكده. انا عندي ولاد ما كانوش بيعرفوها، بس لما عملتها الصراحه عجبتهم وقالوا لي بيعمليها دايما يا ماما. هي والترمس طبعا انا عندي هنا بيعشقوا الترمس. ان شاء الله برضو هبقى اعمل لكم الترمس وانزله لكم. تمام. خلاص كده حطيت في كل كوبايه غطيتها كده بايه بمنديل. تمام. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي كوبايه ميه وتاخدي منها بالمعلقه تبلي المنديل. تمام. زي ما انا بعمل كده. يبقى انا حطيت في كل كوبايه حبه حلبه صغيرين، وسبت بقيه الكوبايه يعني فاضيه عشان اقدر اديها براح انها تنبي. بعد كده جبت منديل طبقيه وتحطيه في كل كوبايه، وتجيبي كوبايه ميه زي ما انا بعمل بالمعلقه وترشي على المنديل بحيث ان المنديل يتبل معاكي. تمام. اهو طريقه سهله جدا مفيهاش اي حاجه. اهو انا بليت المنديل كويس قوي. دي بقى بتسيبيها. تمام. هتسيبيه كده بقى خالص وتحطيها جنبك كده على الرخامه. وقت بقى ما تعوزي تحسي ان هو ايه يعني المنديل نشف معاكي، تروحي حاطه بقى نفس الحكايه، تجيبي كوبايه ميه والمعلقه وترشرشي كده في كل كوبايه. تمام. المصفى بقى اللي هي فيها الحلبة انا هعمل فيها ايه بقى؟ بصوا انا هنا مثلا عندك فوطة صغيرة، عندك مثلا شاشة، اي حاجة عندك كده ايه حاجة ما تكونش تقيلة قوي. يعني انا هنا بصوا عندي شاشة صغيرة كده هفرد عليها. طبعا هبلها الاول كويس قوي. الشاشة دي هتبليها كويس قوي وتعصريها وتروحي ايه فردها كده على المصفى. تمام. وقت برضو ما تحسي ان وانا هركنها كده جنبي على الرخامه طبعا طول ما انا شغاله في المطبخ. كل ما احس ان الفوطه دي نشفت خلاص هروح اخداها بلاها تحت الميه واروح عصرها نص عصره كده واروح فردها تاني. تمام. وبالنسبه للكوبايات هجيب برضو كوبايه ميه واجيب كده معلقه ورشرش زي ما انا عملت كده بحيث ان ايه اخلي الحلبه تنبت معايا. ده اللي هيخلي الحلبه معاكي تنبت. تمام. كل ما تحسي ان هي خلاص نشفت هتعملي الخطوه دي. هتاخد معاكي يوم 2 3. يعني اول ما تصحي الصبح رشرشي شويه ميه. بعد الظهر برضو على اخر النهار لقيتي برضو الفوطه نشفت او المناديل نشفت هترشرشي ميه. كل ما هتعملي كده كل ما ايه الحلبه هتنبت. بصوا بقى جمال الحلبه. ده شكلها بعد 4 ايام بالظبط. تمام. اهو بصوا الجمال بقى حاجه بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. هي كمان التصوير كمان ظالمها، عايزه اقول لكم التصوير كمان ظالمها. بصوا بقى جميله. انا كنت باكلها بقى خلاص انا بحبها اصلا. بصوا الجمال بقى حاجه كده حلوه اللهم بارك جميله جدا. بصوا ما خدتش مننا وقت. انت هتحطيها عندك على الرخامه وطول ما انت شغاله في المطبخ زي ما قلت لك تلاقي الفوطه نشفت رشرشي عليها ميه، او خدي الفوطه بليها تحت الحنفيه وعصريها وحطيها تاني بس بحيث تخلي الفوطه فيها ميه ما تعصرهاش قوي. احنا عايزين برضو تبقى ايه واصل لها ميه. خلاص اهو بصوا انا هنا كنت بشرح لكم بقول لكم ان انا فردتها وكل ما بعوز بروح ابلها واروح ايه فردها تاني عليها بحيث ان هي تفضل ايه برضو ايه فيها ميه للميه اللي هتساعد ان هي ايه تنبت. بصوا بقى الكوبايات. شفتوا بقى انا سبت ليه بقى الفراغ ده في الكوبايه عشان اديها يعني مكان كده ان هي ايه تطلع كده وترعرع زي ما بيقولوا كده ايه في الكوبايه. بصوا الجمال بقى حاجه كده حلوه قوي وسهله. اعملوها بقى ان شاء الله تعجبكم كده وتعجب الولاد عندكم. اهي بصي هجيب بقى طبق كده واحطها. بصوا حاجه جميله خطيره بجد حلوه. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بصوا باكل منها يعني انا بحبها صراحه. ما كنتش قادره امسك نفسي بقى فما صدقت بقى خلاص هي ايه خلاص خلصت يعني وتمام كده. هاخد حبه كمان من مصفى واكلهم بقى بالف هنا وشفا. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه واستنوني في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه